يا مساء الفل عليكم او صباح الفل ايا كان الوقت اللي انت بتشوفني فيه. يعني ملاحظه سريعه كده خاصه بالحمامات الضيقه. هي ملاحظه عامه تمشي على اي حاجه في الفراغ او في اليونت بتاعتك. بس خلينا نتكلم على الحمام بشكل خاص. انا دلوقتي لو الحمام بتاعي صغير، حمام ضيوف مثلا، طوله مثلا 145 بعد الصافي، بعد ما قعدة الدفن ما ركبت والكلام ده كله، بقى الصافي بتاعي 145 في عرض مثلا 80 90 سم. حلو، حمام صغير. طيب دلوقتي لما تقعد انت مع حد، مع عميلة او عميل، عاوز الحوض بتاعه اطول ما يمكن واكبر ما يمكن عامة، سواء كطول او كعرض. هو عاوز يونت، او عاوز حاجة اسمها بنسميها كاونتر موجود وهيركب فوق حوض، حوض جاهز. حلو. طيب دلوقتي انت عاوز تكبر او عاوزة تكبري مقاس الحوض بتاعك ده او الكاونتر بتاعك ده، هيكبر ازاي؟ على اي اساس؟ وانا عندي في مساحة حكماني، هو طول الحمام كله 145، فانا بسيب للتويليت 70 سم او يمكن اكتر اللي هو اقدر، بس المينيمم بتاعي ما ينفعش اسيب لها اقل من 70 سم. دي حاجات ستاندرد يا جماعة. وده كمان بتكلم على مقاس القعدة العادي، في مقاسات تويليتس اكبر كمان. مقاس القعدة بيبقى حاجة و50 سم، 55 سم في الرينج ده او اكبر شوية. فانا بسيب لغاية 70 سم عشان الشخص يعرف يستخدم التويليت، ولو اقدر اسيب اكتر من كده هسيب اكتر من كده. فبالتالي انا عندي طول الحمام 145، اشيل منهم 70 هيتبقى لي كام؟ هيتبقى لي بتاع 75. فانا هعمل الحوض بتاعي 70 سم واسيب الخمسه دول الحمام او التويليت اولى بيهم، وال 70 سم كفايه قوي بالنسبه للحوض. فانت ما تجيش تقول لي انا عاوز الحوض بتاعي طوله 120، اجيب لك منين 120؟ هو الحمام كله 100 حاجه و40 باين، يعني اجيب لك انا منين 120؟ فبالمنطق يعني كده. لا لا لا، هتجيب ان شاء الله، مش مهم. هيضايق اللي قاعد على التويليت؟ لا لا، مش هيضايقه. انا بقول لك يعني انا فرشت وعارف، انت مش متخيل الموقف لانك ما فرشتش الحوض لسه. فانت مش متخيل ان الحمام فعلا، الحوض فعلا هيضايق اللي قاعد على التويليت. لا هيضايقه، انا بقول لك اهو هيضايق. انت هترجع تعيط بعد كده تقول لي انا عاوز اكسر، عاوز اشطفه من هنا، اكسره من هنا، عاوز اشيله، عاوز اغيره. طب انا بقول لك من دلوقتي ما تعملش كده، لان مش هيبقى مريح للشخص اللي قاعد على التويليت. انت كده عاوز مساحة كبيرة عن المساحة اللي موجودة عندك. فده بالنسبة للطول بتاع الكاونتر اللي هيتحط فوقه الحوض. ده نوع من انواع الاحواض، يعني ما في انواع تانية، بس انا بتكلم في الحالة دي او في الكيس ده. الكيس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كاونتر بورسلين او رخام او وات ايفر يعني، وهيتحط فوقه حوض جاهز. نيجي بقى للحوض الجاهز. مش اي حوض انت هتشوفه في اي معرض يعجبك تشيله وتمشي. لا 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 لا، مش هينفع صدقني. مش بس الحوض، اي فرنتشر انت هتشوفه ما ينفعش اي فرنتشر تشوفه يعجبك تشيله وتمشي. في حاجتين لازم تبقى عارفهم قبل ما تشيل القطعه دي او الفرنتشر ده وتمشي. اول حاجه، المقاسات اللي عندك انت ايه، المساحه اللي عندك ايه، ابعادها ايه، ظروفها، ومساحه الفرش اللي انت هتجيبه ده او ابعاد الفرش اللي انت هتشتريه ده ايه، وتقارن الاتنين ببعض. هل هينفع يركبوا على بعض ولا مش هينفع يركبوا على بعض؟ ما ينفعش تجيب لي صوفه مثلا طولها 2 متر وانت عندك الحيطه كلها متر ونص، لمجرد انها عجبتك مش هتركب، هتحطها فين يا حبيبي؟ نفس الفكره، ما تجيبش انت عندك حمام صغير العرض بتاعه بتاع 80 سم مثلا او 90 سم، 80 سم مثلا، وتجيب لي حوض، الحوض لوحده العرض بتاعه طول مثلا 70 في عرض 40 45. يا راجل ده انا الكاونتر اصلا كلها اللي عندي اللي انا هعملها لك طولها 70 سم، تجيب لي حوض طوله 70 سم؟ طب ازاي؟ لازم يبقى فيه رفرفه او يبقى فيه خلوص يمين وشمال وورا وقدام. هو مش هيركب لطش كده، يعني في مساحه حواليه. المساحه دي اجيبها منين انا بقى؟ لما انت تخلي لي العمق الحوض ده 40 سم مثلا، انا محتاج 15 سم زياده فوق ال 40 سم، ده اقل حاجه عشان اعرف احط الحوض بتاعك، لان لسه عندي مساحه او مسافه للخلاط اللي هيركب عشان ينزل لي ميه، احط الخلاط فين؟ لما يبقى عندي انا الحوض اللي انت جايبه 40 45، والكاونتر اللي انا عامله لك اصلا هو اخره 40 45، هيركبوا على بعض ازاي؟ مش هينفع. 40 45 اللي انت جايبه لي ده انا ازود عليهم 15 سم عشان احط لك العرض بتاع الكاونتر اللي هيركب تحت الحوض بتاعك. فانا كده محتاج بتاع 55 سم، وعرض الحمام كله 80 سم. ايه بقى؟ يعني فين فراغ، فين ممر الحركه؟ ممر حركه ايه؟ الشخص اللي هيقف اصلا هيقف فين؟ هيستخدم الحوض ازاي؟ يعني احنا بنتكلم في حاجات غير منطقيه بالمره يا جماعه. فيا ريت قبل ما نشتري اي قطعه فرنيتشر ليها علاقه باليونت بتاعتك تشوف مقاساتها ايه الاول، وتشوف المقاسات اللي موجوده عندك ايه. لو انت مش قادر توفق الاتنين مع بعض او مش مدرك
او مش متخيل القطعه دي لو اتحطت عندك هتنفع ولا لا، ارجع لاي مهندس. يعني اي مهندس هيظبط لك الدنيا، هيبقى عنده تخيل اكبر المساحه دي ينفع معاها قطعه الاساس ده ولا مش هينفع معاها قطعه الاساس دي. بس في الموضوع بمنتهى البساطه يا جماعه، فناخد بالنا عشان ما نقعش في حاجات مش لطيفه، لان بيبقى خلاص، بيبقى العميل خلاص اشترى السباكه او الحوض او غيره، وبيبقى بقى عشان العميل بقى ناصح بقى، وبيبقى فاكر ان دي نصيحه، فبترجع فوق دماغه في الاخر يعني، بيبقى مشتري الحاجات دي من الاول. يعني وخلاص لسه راح يفرش راح يشطب الشقه بتاعته، فايه طبيعي يقوم واحد جاي لك بص انا هشتري حاجه الفينش الكهرباء والسباكه على جنب عشان الاسعار بتغلى كل يوم والكلام الحلو ده كله. ففعلا يبقى خلاص مشتري الفينش بتاع السباكه ده من شهرين ثلاثه فاتوا، ويجي ساعه الواقع بقى خلاص بقى المرحله النهائيه اللي هيركب فيها الحوض على الكاونتر بتاعه، يلاقي الحوض كبير. فحتى فكرة ان هو يبقى هيرجعه يبقى فيه مرتجع ممكن ما ينفعش اصلا، فيبقى خلاص لبس ورسمي، ما هو مش عارف يركبه ومش عارف يرجعه. ليه؟ لانه ما جاش في دماغه خالص ان انا هتحط في الموقف ده. ليه؟ غالبا كان بيشطب مع نفسه، او المهندس اللي معاه ما كانش مركز يعني، او كان معاه كذا حاجه بقى فمش مركز معاه اصلا في اللي هو في الحاجات اللي هو عاملها، او ممكن يكون عمل الكلام ده من ورا المهندس اساسا يعني، عشان بس فكره ان هو المهندس ما ياخدش نسبه من هي قصة طويلة عريضة. الشاهد يعني إنك كحد بتشطب الشقة بتاعتك، حاول تشوف أو تحاول تفرش الشقة بتاعتك كلها قبل ما تشتري أي فرنيتشر. أشوفكوا على خير، سلام عليكم.